السلام عليكم. طبعا أنا كنت سنية. بعد فترة تعرفت على ناس شيعة كتير، طبعا انه صرت اشوفهم هم كيف اخلاقهم كيف تعاملهم. طبعا يعني ابدا مو نفس اللي احنا كنا نسمعه. يعني كيف احنا كنا نسمع مثلا بالمدارس انه ما تقربوا منهم، ما تناموا عندهم، ما تاكلوا من اكلهم، من هذا الحكي كله. طبعا ابدا هذا الحكي مش صحيح. طبعا يعني لما انت تشوف انسان اخلاقه جدا رائعة، يعني بتفكيره يعني بيهتم بالدراسة، بيهتم بكل شيء، بتصير تبحث انه هذا الانسان كيف انه هيك اخلاقه رفيعة. اكيد هذا الحكي اللي بنحكي عليهم مش صحيح. يعني انا كنت احكي لصديقاتي اللي كانوا معي انه طب انتوا حرام، ليش بتصلوا على حجر، ليش كذا ليش كذا، يعني الاشياء اللي انا ما كنت افهم فيها ابدا. طبعا بعدين فهمت هاي الاشياء كلها. يعني جابوا لي كتب، صرت اقرا بهاي الكتب، صاروا ياخذوني معاهم على عسيميات. طبعا يعني كل شيء صار واضح اكثر منه. يعني انا من فلسطين، انا فلسطينية، عشان اللي سألوني، بس أنا ساكنة في السعودية. فطبعا اجاني كتب مثلا حقيقة الشيعة، اجتني كتب ثم اهتديت، اجاني كتب كتير كبيرة فهمت فيها هاي الاشياء كلها. يعني هلا مثلا لما يحكوا لكم انتوا ليش مثلا عم تدعوا بناس ميتين، ليش بكذا، طبعا يعني هذا الدعاء مثلا، يعني انا لسه بس يعني اني انا هلا شيعية بس لسه كثير عم بتعلم وكثير عم بفهم وكثير بيجيبوا لي مثلا كتب بيساعدوني. ويعني طبعا مثلا بيقولوا لي بيضحكوا عليكي. طبعا انا لما افوت على الحسينية كلها الشيعة كيف انه انا بدي اتشيع فانه بيضحكوا علي. يعني اشياء ما بتدخل بالعقل انه هذا الحكي انه هلا انا بكون واحدة من اصلا مثلا 200 300 فبدهم يغيروا كل المحاضرة عشان انا موجودة. فبقول لهم هذا الحكي اكيد لا. فيعني مثلا هم يحكوا لي ليش بتدعوا مثلا بيا علي يا فاطمة طبعا عليهم السلام. طبعا بنحكي انه هذول يعني ابتغوا الوسيلة لله، وهدول من الناس اللي الله بيحبهم. فيعني انت دائما بدك تبتغي الوسيلة، بدك تبتغي بالشخص محبوب عند الله. طبعا هلا في كتير أدلة، في كتير ردود على الشبهات. انا طبعا لسه ما عندي الدرجة اللي ارد عليها مثل ما انتم عم بتردوا عليها. يعني مثلا كيف لما نحكي مثلا انه حتى مثلا بسورة الكهف في محاضرة، بس انا مو حافظتها، مثلا انه في محاضرة انه كيف بسورة الكهف انه كيف صاروا يحكوا انهم بدهم يدعوا فيهم. يعني كثير اشياء من هذا الحكي. انا هلا انه بدي اوقف المايك، اخليكم انتوا تكملوا، واذا في اي سؤال او شيء انا طبعا برجع بحكي. شكرا جزيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله أختنا، ألف مبروك لكم، هنيئا لكم. حطوا لها ورود يا أخوان، تستاهل ورود. قصة استبصارها إن شاء الله إذا في تبي نطرح عليها أسئلة. والله إذا أحد عنده السؤال دائما التقليدي، لماذا استبصرتي أختي الفاضلة؟ لماذا تحولتي من مذهب أهل السنة والجماعة وانتقلتي إلى اتخاذ هذا المذهب الاثنى عشري الإمامي الجعفري؟ الله يبارك فيكم جميعا. طبعا هلأ كان من الأسباب اللي خلتني أستبصر في البداية انه لما كنا ندرس بالمدرسة طبعا ما كنا نعرف انه طبعا مقتل سيدنا الحسين بهذه الشناعة او بهذه الطريقة السيئة، او انه ما كنا نعرف انه ابدا. يعني كنا مثلا نحكي دائما انه فئتين تنين ضلوا وخلص. يعني حكي جدا جدا خطأ، حكي جدا يعني الواحد ما بيعرف انه يعني مستحيل اي انسان عاقل يصدق مدى صعوبة هذا الاشي. فطبعا هاي انا لما كنت دائما اقرأها يعني كنت احكي انه هذا يعني حفيد الرسول انه كيف هيك يعني حدا يرضى ينعمل فيه، انه كيف انه مثلا يزيد يتخذوه مثلا قدوة، كيف في ناس يسموا اولادهم يزيد على اي اساس انه هذا انسان مجرم، هذا انسان قتل. يعني قصة مش طبيعية طبعا. فهاي القصة لما كنت انا اقرأ فيها، لما صرت اسأل فيها اصدقاء الشيعة، لما صرت اشوف فيهم هذا الحكي كله، طبعا
هذا كان من الأسباب الأساسية. السبب الثاني إنه أنا كل الشيعة اللي كنت أعرفهم كانوا جدا محترمين. يعني هلا إحنا عندنا جيران مثلا شيعة، عندنا ناس نعرفهم جدا شيعة جدا محترمين، أبدا ما فيهم الحكي اللي إحنا بنحكيه. يعني أهل السنة زمان كيف يحكوا إنه مثلا ما تاكلوا من أكلهم، بحطوا إشي بأكلكم هذا. يعني هلا بالعقل ليش ممكن إنسان شيعي يحط مثلا يبصق بالأكل أو يحط أي إشي بالأكل لإنسان؟ يعني ليه؟ يعني إيش الفائدة؟ إيش حيستفيد؟ يعني في أشياء يعني أنا بفكر فيها إنه كيف كانوا يحكوا هيك حكي، إنه حكي أبدا غير يعني بالمنطق. إنه يعني هذا هو طبعا من الأسباب الأساسية، في كتير أسباب لكن هذه هي طبعا من الأشياء الأساسية. إنه أنا كنت أحكي مثلا ليش بيصلوا على حجر، بعدين فهمت إنه هاي تربة مباركة، هاي تربة يعني الأشياء كلها هاي لما فهمتها خلتني إني أتشيع. السلام عليكم مرة ثانية. طبعا أول خطوة خلتني إني أفكر بالتشيع، أفكر إني أبحث في المذهب. إنه كنت أفكر دائما إنه ليش الشيعة لهلا بعد مرور كل هاي السنين لساتهم بتأثروا بذكرى عاشوراء، بتذكر بمقتل الحسين، بتذكر يعني ليش هذه الأشياء لهلا بعد مرور كل هاي السنين، مع إنه في تغطية شديدة عليها. يعني إحنا ما كنا لما كنا بالمدارس نعرف أي إشي عن المقتل عن عاشوراء، ما كنا نعرف عن أي إشي. فهذا كان خليني أبحث إنه لينا هذا اليوم، وطبعا لعند آخر يوم بحياتنا حيكون إنه إحنا متأثرين بوفاة سيدنا الحسين. فهذه كانت أول خطوة خلتني أبحث أفكر إنه لينا هلأ متمسكين بهاي النقطة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبدو أن النت ضعيف شوية فحصل انقطاع. أحسنتم، طيب الله أنفاسك. ما أدري الأخوان الأفاضل عندهم أسئلة ظاهر. في بعض الأخوة يشكك يقول والله تجيبون يعني شو نستفيد احنا. لحظة خلينا نوجه سؤال لهذا الأخ. يقول هذه ألاعيب، تأتون بوحدة تدعون أنها شيعية وأنها استبصرت. أدري نعم هذا الكلام من القهر لأنهم لا يفرحون بهذه المسائل. فعجب يعني ليش احنا نجيب واحدة مثلا بنت أو رجل ونقول عنها تعال سو هذه التمثيلية حق شنو؟ ليش يعني ايش نستفيد؟ لا نحتاج لهذه الألاعيب، لا نحتاج لهذه الألاعيب. نعم أحسنت مولاي. يقول والله العظيم إنها مثلكم رافضية. زين تجي تباهلني. شمشون الجبار تجي تباهل، حلف بالله هو بدون أن يتأكد. يا شمشوم مانت عليك وعلى اسمك. شمشوم تباهلني الآن، تباهلني إنها مو شيعية، هذا دليل على أنك جاهل. أوكي تعال باهلني الآن، باهلني نخلي غضب الله ينزل عليك إذا كنت أنت كاذب. لا أريد أباهله عشان أثبت للي وراه واللي يسمعون كلهم احنا ما نستفيد شيء أخي الفاضل. هذا لنفسها يعني، سواء كنت شيعي أو سني أو أي مذهب آخر أنا ما أستفيد أي شيء أخي الفاضل. الأخت المستبصرة هي الأخت من فلسطين اسمها ريهام، رفعت يدها لأنه صار عندها انقطاع. تفضلي أختي الفاضلة، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا هذا أول شيء أنا يمكن تعلمته لما تشيعت، إنه لازم الصلاة ما تكون صلاة بتراء. يعني إحنا إذا صلاتنا وقتنا يعني كنا بنصلي بنحكي اللهم صل محمد، ما بنحكي على آل محمد. يعني هاي أول خطأ. هلا أنا بس بدي أرد على الأخ اللي حكى إنه هذه تمثيلية أو إنه أنا شيعية وإنتو مناديني. هذا بصراحة جهل. نفس القصص كانت تنحكى لي لما انا كنت اروح احضر بالحسينيات ويحكوا لي، هم بيحكوا هذا الحكي لانهم بيعرفوا انه انت سنيه وبدهم اياك تصيري شيعيه. يعني هم انا قبل شوي حكيتها، مو معقول يغيروا محاضره فيها مئات الناس عشان هم عارفين انه في وحده جالسه ممكن انها سنيه. ومش بس هيك، انا كنت احضر اشياء، اشوف في اشرطه الفيديو، اشوف بالكتب، اشوف بهذا الحكي. بس المشكله عند الوهابيين، يعني انا الحمد لله اصلا وقتها كنت سنيه ما كنت وهابيه، هم الوهابيين بس هون بالسعودية. ما بعرف إذا في أماكن تانية. لكن المشكلة عند الوهابيين إنه ممنوع يسألوا، ممنوع يناقشوا، ممنوع يفكروا. خلص هذا اللي عندنا الموجود هذا هو اللي بس إحنا بدنا نمشي فيه. يعني بصراحة هذا هو الجهل. شكرا. ما عاد الصمت
والسكوت عن بيان الحقيقة جائزة. هذا يوم يجب فيه الوعي والبيان بالعقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. والله يا أخوان ما خطر على بال الإنسان واحد سني يصير شيعي، واحد سني أبا عن جد مضروبة يعني أصوله في عمق البادية، ولد حمو يصير شيعي. وشون يصير شيعي ما نعرف.